وتحسبا لمظاهرات عناصر تنظيم الإخوان، أغلقت قوات الأمن ميدان النهضة والشارع المؤدية إلى الساحة الكائنة أمام الباب الرئيس لجامعة القاهرة أمام حركة السيارات، مستخدمة الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة، فيما تمركزت تشكيلات من قوات الأمن المركزي وبضعة مدرعات بمحيط الميدان. لمزيد من المتابعة معنا من ميدان نهضة مصر منذر أبو دوح موفد التلفزيون المصري. منذر، صف لنا المشهد لديك، وهل خرجت أي تظاهرات سواء داخل حرم جامعة القاهرة أو في محيطه؟ بالنسبة للمشهد أمام جامعة القاهرة، بالفعل كما ذكرت في الخبر قامت قوات الجيش بإغلاق منطقة ميدان النهضة والشوارع إلى المؤدية إلى منطقة جامعة القاهرة، وخاصة من أمام الثانوية السعيدية، وذلك من خلال تواجد المدرعات والأسلاك الشائكة التي قامت بإغلاق شارع المؤدي أمام الثانوية السعيدية إلى جامعة القاهرة، وكذلك من ناحية بين السرايات والتي تم إغلاقها أمام حركة المرور السيارات. لكن من يحاول الوصول إلى جامعة القاهرة يضطر إلى المشي والوصول إليها، لأن السيارات والموتوسيكلات تم منعها من المرور في هذه المنطقة. والظاهر أمامي هو تواجد قوات الجيش أعداد ومن خلال المدرعات المنتشرة والأسلاك الشائكة، لكن تمركز قوات الشرطة تتمركز بعيدا عن هذه المنطقة تحسبا لأي ظروف. نعم. هذا بالنسبة للمنطقة خارج جامعة القاهرة. نعم. بالنسبة للمنطقة داخل جامعة القاهرة، الهدوء النسبي هو المسيطر على جامعة القاهرة الآن في غالبية كلياتها. أنا الآن أتجول داخل جامعة القاهرة حيث الهدوء، وأتابع استمرار اليوم الدراسي بحالة طبيعية إلى الآن. شكرا منذر أبو دوح موفد التلفزيون المصري لمحيط جامعة القاهرة.